جنيه في اليوم لو مش هيفرق معاك هيفرق مع غيرك كتير. هو يعني ايه جنيه في اليوم؟ يعني ربنا حطك في المكان ده عشان تعرف تساعد الحد ده من غير ما تعرف الحد ده اصلا ايه، وتوصل له وهو يوصل له الحاجه اللي هو محتاجها، وانت يبقى ضميرك مرتاح ان انت قدرت تعمل حاجه لعبد موجود في مكان. جنيه في اليوم هي فوكال بوينت ما بين كل واحد عايز يعمل خير ومش عارف يعمل الخير ده ازاي وفين، وما بين كل الجمعيات اللي مستنيه الناس اللي تعمل خير. احنا واقفين ما بين الاثنين دول، بناخد من هنا وبنحط هنا. ممكن توصف لي جنيه في اليوم في كلمه واحده؟ جنيه في اليوم جنيه في اليوم كلمه واحده يعني عملتوا ايه السنه دي؟ بدون كلام في المترو، كانت حلوه قوي، كانت حاجه جديده وبجد عرفنا نفيد الناس. الفكره جت منين؟ الفكره كانت مينلي ان احنا كنا مع اصحابنا دايما لما يجي اي كوز بنلم مننا ومن بعضنا كده، فنبدا نساعد في الكوز ده، لحد ما مره جت في دماغي كده. قعدت مع روان في الكليه، قلت لها يا روان ما تيجي نخلي الحاجه دي فعلا حاجه، فقالت لي ليه لا. جنيه في اليوم يعني الفكره بدات من حاجه صغيره قوي، لما عبد القادر البريزيدنت جه قال لي روان عايزين نعمل حاجه اسمها جنيه في اليوم. ايه هي جنيه في اليوم يا عبد القادر؟ نلم من صحابنا، هي بدات من صحابنا 30 جنيه في الشهر لحد اخر الشهر، وبعدين نلمها من كل الممبرز. يعني ايه احوش جنيه في اليوم؟ ده مش حاجه اصلا، بعدين اجي اخر الشهر يبقى معايا 30 جنيه على كذا ممبر، بعد كده بيجمع فلوس كتيره، فدي تحسها في الاخر حاجه كبيره قوي، مع ان انا اشتراكي كان صغير جدا. الناس اللي حوالينا ساعدتنا الحمد لله، ما كانش في حد مثلا بيقول لنا ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه دوت، ما كانش في حد ضد الفكره خالص، بالعكس. انا في الاول كنت حاسه ان الفكره حاجه بسيطه، بس الناس كانت بتيجي لما انا بقول لها بلاقي حماس غريب جدا، يمكن ربنا هو اللي بيعمل كده عشان الفكره كان مكتوب لها ان هي تكبر. وقال رحتوا مع مسنين وفعلتوا معاهم بشكل مختلف في المجتمع، ولا مجرد تروحوا بدون فلوس تمشوا؟ كنت ماشيه اليوم دوت كلنا كنا ماشيين واحنا مبسوطين جدا، مش قادرين نتخيل ان الناس دي بجد اتبسطت علشان احنا رحنا لهم، ما عملناش اي حاجه تانيه. عملتوا ايه في رمضان؟ رمضان بقى، رمضان جه والهمم عالية جدا. طيب هنعمل ايه في رمضان عشان نفيد الناس دي كلها؟ هنعمل سنة رمضان. طب عملتوا ايه للصومال؟ لما جمعنا الاستثمار 8000 جنيه بس، كان في ناس تانية وشركات تانية لمت 80,000 جنيه، بس هي الفكرة ان 8000 جنيه دول اكيد عملوا تغيير في حياة حد من الناس اللي هناك. والايتام ايه وضعكم معاهم؟ اول فيزيت كانت لدار ايتام، ما كانش العدد فيها كبير عشان المفروض كان في ناس كتير تيجي، بس مفيش ظروف سمحت يعني ان هم ما يجوش. بس اليوم ده عرفت قد ايه يعني ان انت تروح الناس تبقى محتاجاك قوي وما تعملش حاجه غير ان انت تبسط. اشتغلتوا مع جمعيات قبل كده؟ طبعا شغلنا كله كان مع جمعيات طول السنه. كان مثلا جمعيه روح الشباب، اشتركنا في الساينس فيستيفال مع نبض، اشتركنا مع شباب علشان الكبادي في حمله اطعام الفقراء في رمضان. مع مستقبل يبدا بالخطوه قدرنا نعمل حمله لحمه العيد في عيد الاضحى. حاليا احنا شغالين مع جمعيه بدايه، في لينا اشتراك مع السي اس ار بتاع شركه برايس ووتر كوكر، في السي اس ار بتاعهم اسمه تريبل افكت، حمله قصر ولاد مع شباب القصر العيني. لو كل واحد بدأ بنفسه ان هو يساعد ولو حتى بني ادم واحد بس، تولاه وساعده، مش ساعده يعني خلاص بقى اصرف عليه، بس ساعده اعمل له اي حاجه ان شاء الله بس تبتسم في وشه، الحاجه دي هتفرق في حياته كتير جدا. انا حاسس ان دوري انا وانت في جنيه في اليوم، احنا لما نبقى مش موجودين هنبقى قصرنا هنفرق. فهي دي الفكره. انا ما كنتش مجرد بصحى من النوم بروح الشغل او بروح الجامعه وبروح انزل اقعد مع اصحابي، لا، انا كنت بعمل فرق، كنت بفرق مع ناس تانية.
وتروح عامل بقى فوكس على الجنيه. حاول تاني زي كده. ايه؟ حاول تاني، شيلها وحطها. ضرب تنين. الفكره تطورت لا فاكس الفيديو ده خالص، مسحه خالص.